اهلا بيكم يوم جديد مع الكرة اليوم. زي ما احنا متعودين دايما في برنامجنا بتبقى الجزء الثاني من البرنامج فترة تحليلية او بنتكلم على ماتشات الدوري والاسبوع ال11 اللي اتلعب امبارح. وطبعا هيكون معانا الكابتن اسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك والكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي، وهنتكلم عن الماتشات اللي اتلعبت امبارح واول امبارح. طبعا هنبدا كلامنا واخبارنا النهارده في الكوره اليوم عن النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كابتن حسام البدري استقال امبارح بعد المباراه، وكان في اجتماع النهارده للجنه الكوره، وكابتن حسام يعني اول خبر معايا نبدا بالاخبار ونناقش الاخبار مع بعض. كابتن حسام البدري يؤكد عدم تراجعه عن الاستقاله ويرفض تبريرها الان. يعني طبعا كابتن حسام تمسك باستقالته وقدم استقاله للجنه الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي بيفكر يشوف مين اللي هيكون موجود في الفتره اللي جايه، هل هيكون مدير فني مصري؟ سمعنا ان في ترشيحات قويه جدا للكابتن فتحي مبروك مدرب فريق الشباب في النادي الاهلي، سمعنا كمان ترشيحات للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، في ترشيحات. يعني معايا الخبر الثاني كويلهو المدير الفني البرتغالي اللي كان قبل كده ماسك منتخب تونس والمغرب، ده برضه مرشح. كان في كلام على ريكاردو، في قرار على رينارد، في كلام على رينارد الراجل اللي هو الفرنسي اللي كان ماسك منتخب زامبيا قبل كده ولعبناه في التصفيات. يعني في ترشيحات كتير جدا. وقلنا برضو ريكاردو مدرب فريق الهلال السوداني قبل كده برضو، يعني في كلام في النادي الاهلي اللي هو ممكن يكون مرشح في الفتره اللي جايه، لكن لسه لجنه الكره مجتمعه دلوقتي، واحنا على فكره يعني هنتابع معاكم قرارات لجنه الكره في النادي الاهلي ونشوف هل هيطلع قرار النهارده المدير الفني الجديد ولا لا. بس انا عايز اتكلم في نقطه كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. الراجل شايف ان خلاص الامور بالنسبه له صعبه جدا، حاسس ان في معوقات في عمله في النادي الاهلي سواء من ناحيه الجماهير سواء يعني بعض المشاكل. فالراجل بالعكس المفروض الناس في النادي الاهلي سواء جماهير او اداره يشكروا الكابتن حسام البدري على الفتره اللي فاتت، يشكروه ان الراجل خد الدوري السنه اللي فاتت وحافظ على بطوله الدوري مع النادي الاهلي، طلع مجموعه كبيره من اللاعبين الشباب، مصطفى عفروتو، احمد شكري، ايمن اشرف، محمد عبد الفتاح اللاعب امبارح. يعني في لعيبه كتير طبعا وبطولات مع النادي الاهلي وفي لعيبه كتير، لكن خلاص الناس شايفه سواء في الاهلي او في ان كابتن حسام البدري يعني الطرفين شايفين ان الامور بالنسبه لهم مقفوله او مش هيبقى في نجاح في الفتره اللي جايه. فخلاص كابتن حسام البدري قدم استقالته. على لازم جماهير النادي الاهلي بدل ما يبقى في شويه يعني كلام مش كويس ضد الكابتن حسام، بالعكس ده لازم يشكر الراجل جدا، عمل حاجات كويسه، قدر يتماسك بالنادي الاهلي الفتره اللي فاتت مع مجموعه جديده، مع مجموعه من الاصابات الكبيره جدا في صفوف النادي الاهلي. انا مش بدافع على كابتن حسام او معاه او ضده، بالعكس الراجل ادى دوره مع النادي الاهلي، شاف ان خلاص الامور بالنسبه له في الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا، العلاقات شويه مع بعض اللاعبين فيها توتر، في اصابات كتير، هو حس خلاص الجو حواليه مش مظبوط. نفس القصه بالنسبه للنادي الاهلي، تقبل الاستقاله او قبل الاستقاله، هيبداوا يبصوا في الناحيه الثانيه. فلازم كابتن حسام البدري يخرج من النادي الاهلي بشكل كويس، جماهير النادي الاهلي تحترم كابتن حسام البدري، تتكلم عليه بشكل كويس جدا في الفتره اللي جايه. هنروح نشوف تقرير من النادي الاهلي عن موضوع لجنه الكوره واجتماع لجنه الكوره، ونشوف ايه اللي ممكن يتاخد، ايه القرار اللي ممكن يتاخد. وبعد ما نرجع من التقرير هيكون معانا مكالمه من النادي الاهلي ونعرف ايه اللي حصل بالظبط في اجتماع لجنه الكوره اللي لسه شغال لغايه دلوقتي ومفيش قرار طلع. احنا كلنا مستنيين القرار مين اللي هيكون المدير الفني بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. زي ما احنا بنتكلم طبعا او بنكمل كلامنا على النادي الاهلي دلوقتي، الاجتماع لسه شغال. ونسيت اقول لكم كمان ان لسه في ترشيحات للكابتن مختار المدير الفني النادي المصري اللي هو ممكن يجي يتولى الاداره الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي. في كلام على الكابتن انور سلامه بجانب طبعا كويلهو، ريكاردو، ورينارد المدير الفني الفرنسي اللي كان ماسك زامبيا قبل كده. وطبعا الاقرب لغايه دلوقتي الكابتن فتحي مبروك. خلال 5 دقائق هنعمل اتصال من النادي الاهلي ونعرف بالظبط ايه اللي بيتقال في لجنه الكوره. هروح لنادي الزمالك. موضوع حسين ياسر محمدي، على فكره حسين ياسر محمدي طبعا كلنا عارفين القصه، مش هحكيها من اول وجديد، ما جاش طبعا مع الزمالك وبيشترك دلوقتي وبيلعب في التشكيل الاساسي دلوقتي واحنا بنتكلم. منتخب قطر بيواجه منتخب الكويت في بطوله كاس الخليج في اليمن، والشوط الاول اشتغل وحسين ياسر محمدي بادئ اللقاء في ال11 اللي بادئين اللقاء، والكويت متقدمه على قطر 1-0. وكده طبعا في مشكله كبيره جدا لحسين ياسر محمدي، نادي الزمالك بيتراجع عن تعديل عقده وبيشكيه كمان للاتحاد الدولي، ففي مشكله كبيره هتحصل لحسين ياسر محمدي، ممكن يبقى فيه ايقاف. لكن حسين متمسك باللعب مع منتخب بلاده رغم ان المباراه مش في الاجنده الدوليه. عايز اقول لكم كمان النهارده كان في مباراه ثانيه في كاس الخليج او مباراه الافتتاح، والسعوديه قدرت تفوز على اليمن 4-0
في طبعا البطوله مقامه في اليمن، فاليمن هو صاحب الارض، لكن السعوديه قدرت تفوز في لقاء الافتتاح 4-0 على منتخب اليمن. في خبر كده امبارح ما حدش يعرفه او لسه جديد كده، احنا عرفناه من الكواليس من نادي الزمالك. كان في امبارح وفد من نادي الهلال السعودي في مدرجات استاد القاهره جايين يتفرجوا على شيكابالا في لقاء الزمالك والمصري، والناس كده شكلهم حاطين عينهم على شيكابالا انه ممكن يبقى في تعاقد في الفتره اللي جايه، وعجبهم اداء شيكابالا في الشوط الاول، وعجبهم كمان محمد ابراهيم، وعجبهم ابراهيم صلاح، ويعني في كلام كده في الهلال السعودي شكل هيبقى في تفاوض في الفتره اللي جايه بخصوص محمد ابراهيم او شيكابالا.